السلام عليكم. عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكون بخير علينا وعليكم جميعا يا رب. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعلها بالخير علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. هتعملوا معانا النهارده يا ام يوسف؟ هعمل معاكم شويه جرس كده بالنسبه لرمضان داخل علينا يعني احنا عيالي مش بتحب اوراد السحور، مش بيحبوا يسحروا، هما بيفطروا بس مش بيحبوا يسحروا. بحب اعمل شويه جرس كده اللي عايز مثلا ياكل بس جرصه كده اخر الليل وداخل ينام، مع كوباية شاي مع كوباية لبن مع حاجات زي كده اللي مرتاح فيه. انا عن نفسي بحب البسكوت، يعني اكل غرفة كده مع ايه، مع شوية كوباية شاي اخر الليل كده وانا داخلة انام. لكن سحور واكل وكده مش بحب السحر والله، السحور بتعب بطني ومش بحب اتسحر. اهو عملت سمنة، فتحت حتة سمنة، جبت 3 كيلو دقيق وعملت سمنة من البيت. سمنة عادية، كنت جايبة صفحة سمنة كبيرة عينها يعني لأي مناسبة كده، جايبها من بقالها يطلع 20 يوم. عملت منها الجرس وانزلها بقى لهرس رمضان وكده وحاجات الحلوة بتاعت رمضان. واللهم صل على النبي. وطلعت حتة سمنة زبدة بلدية من اللي كنت شاريها، كنت شاري معاكم كيلو سمنة، كنت بعمل معاها يعني باجي اعمل فطير ولا بعمل حاجات زي كده بطلع منها حتة، طلعت بها حتة برضو. وجهزت ورق الفانيليا والبودر. انا عامله 3 كيلو دقيق، عامله لكل كيلو دقيق باكو بودر وباكون فانيليا وباكو خميره. اهو 3 بودر و6 فانيليا. عامله على الكيلو يعني باكوين فانيليا وباكو بودر. بتبقى المقادير كده مظبوطه معانا وكويسه. وجبت جالب عجوه، عملت كرس وعملت ايه زي نظام جراكيش كده. بس بحب بقى ايه انشفها في الفرن، تبقى معايا ناشفه وحلوه يعني عشان تقعد معايا مسافه. مش بخليها طريه مش بخليها تخينه، انا بخليها في الوسط، لا تخينه ولا رقيقه، لا تخينه يا ولاد ولا رقيقه. بقى بالسمنه واعمليها. وكان عندي اللهم صل على النبي لبن رايب، كنت عيناه في الفريزر. كان عندي لبن رايب وعندي خض، وكان عندي برضو يطلع كيلو اللبن لبن بقري. طلعت دي على دي على بعض وعلى بيات، يعني ربط نص ربطان كده. هو مش، هو يعتبر مش راب، نص روبان كده اللي هعجن بيه. اهو شوفوا اللبن اهو معايا. ده السكر يا ولاد، معلش دماغي باين شكلها كده داخلين على رمضان، لسه ما صمناش ودماغي شكلها كده راحت في حتة تانية. السكر اهو، انا مش بعاير السكر، انا بحط كده يعني، بحط مثلا تقدر تقول الكيلو بحط له جنبة مثلا جنبة 4 معالق سكر، الكيلو 4 معالق سكر. اهو قلبها بقى في بعضها كده وظبطي دنيتك. يلا، وكل سنة وانتم طيبين يا رب، ربنا يجعلها بالخير علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. وارزقنا احنا وانتم اللهم امين يا رب العالمين، واجعلوا شهر بالخير علينا وعليكم. ويعني ويرجع كل واحد غايب بالسلامة لبيته، ويلم الحبايب يا ولاد. يعني رمضان دي حلاوته بتلملم الحبايب وبلملم بلملم الدنيا على بعضها. ربنا يجعلنا ملمومين في الدنيا وفي الآخرة يا رب، اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين. جدحت السمنة حلو معاكي اهو، وحطيت فيها حته السمنه البلدي دوبك. انا جدحت السمنه وطفيت عنها البوتاجاز وقمت نازله بحته الزبده عليها كده، لان الزبده دي لما بتحطها على النار النار بتغير لونها، النار بتغير لونها. من جالب الزبده ده اللي جايباه من محل. الناس بتعمل بجورس مثلا، تعملي به يعني حلو، سعره حلو كويس، ب130، معموله جاهزه على طول. ارخص شويه من السمنه البلدي اللي احنا بنشتريها اللي هي البلدي خالص. ببسها بقى بس حلوه كده اهو. تفضلي بقى تعملي فعلا عندي بتبسها حلو اهو زي ما انتوا شايفين كده. بمسكها بالسهل، او طبعا حطيت عليها كل الحاجات الناشفه، البودر والفانيليا والسكر والخميره كله على الدقيق الناشف. وقمت نازله بقى بالسمنه بسيتها كده حلو، وهقوم نازله عليها بايه، شويه اللبن. ما بحطش عليها اي ميه خالص، انا بعملها باللبن على طول اهو. تحس ان اللبن اللي هو اللبن يعني زي الصالب كده، زي الصالب. هو اللبن مش راب يعني،
المفروض هو كان يروب، بس انا اللي استعجلت عليه، لان انا كنت نسيت وطلعته اخر الليل وانا داخله انام. كان المفروض يطلع من قبلها، يعني يعني هعمل بكره، كنت المفروض اطلعها من الصبح. بس هو كله يعني تقدروا تقولوا، هو دي ودي اللبن برضو مش بيضر في حاجه. بس انا بحب اللبن الرايب للجرس، بحب اللبن الرايب للجرس. مم. بس انا كانت بنتي عندي اللي هي متجوزه غريبه، وكنت حابه ان انا اعمل يعني الجرس وهي موجوده عشان تاخد لها شويه ماشيه يعني. هي اللي كانت شجعتني على العمايل، لانها برضو يعني هي برضو زينا، يعني بتقوم تجهز السحور لجوزها. هي ما بتتسحرش، هو بيتسحر وهي ما بتتسحرش. يقول لها يا بنت باكل معاه اي لقمه، تقول والله يا ماما زي ما احنا اتعودنا احنا بحس ان لما بتسحر بحس ان بطني تقيله ومش مرتاحه. فقلت ايه، طب احنا هنعمل جروس، خد لك شويه وانت ماشيه. قالت مفيش مشكله. فهي اللي حضرت معانا، يعني اللي حضرتهم وعملت معانا. على فكره انت كل ما تحط ميه عليه لبن، العجينه بتشد معاكي، لان طبعا السمنه بتخلي العجينه تشد. اه، شوف بسم الله ما شاء الله، العجينه بتقوم شاده ازاي اللبن مني، بتقوم ماسكاه. خلي عجينتك بقى كده ايه، يديلها لتا. شوف هي ماسكه ماسحه ايديا وملساها، وملسه الطبق، مش مخليه في اي عجين ملزق فيه ولا اي حاجه. تعرفي ان كده قوام العجينه معاكي مظبوط، وملتوته حلو وكويس. القوام بتاعها كده مظبوط وكويس. ربنا يجعلها الخير لنا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص اهو تشهدي عليها، دايما تشهدي عليها وتطلق عليها الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. تقوم يعني ايه، دايما تبقى الحاجه في ايدك ببركتها كده وحلو. اهو سبتها رفعت، يعني عمال خلصت وغسلت ايديا وجهزت الطبلية وجهزت الحاجة اللي هشتغل عليها واشتغلت على طول. لان طبعا الجرس بنت بتبطيها وتسيبيها تخمر بعد البطاطا، مش تخمر قبل، هي بتخمر بعد ما بتبطيها. وهي كده كده بترفع، لان الجرس طبعا بتعوز تقطعي وتعملي، وبتاخد وقت في التبطيط وكده. بس والله العظيم يعني شويه جرس انا عاملاهم من الكلام ده بقاله 3 ايام، جرفتهم كانت زي العسل وكويسين خالص وحلوين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. رمضان داخل علينا بشوق وكده، يعني تحس ان اليوم كده هيبقى ان شاء الله، هيبقى يعني السنه دي رمضان جاي في الطراوه يا ولاد. هيبقى سنه زي العسل السنه دي ان شاء الله. ربنا يجعلها بالخير علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. وارزقنا احنا وانتم، ووسع رزقنا احنا وانتم، اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم وبركاته. اهو شوفوا، طالما العجينه معاكي مظبوطه، ما تفلكش منك وانت بتبطيها، تطلع معاكي القوام بتاعها مظبوط، تطلع معاكي يعني حلوه كويسه. ما خدتش معايا سمنه كتير، انا ما حطيتش يعني 3 كيلو دقيق، ما حطيتش عليهم يطلع كيلو ونص سمنه، يطلع كيلو ونص، مش بتاخد سمنه كتير ولا حاجه. انا مش بزود الروايح بتاعتها كتير، انا بخلي يعني تخلي السمنه بتاعتها مظبوطه، ما تخليهاش زايده، يعني ما تكون مظبوطه، لان خفه شويه احسن. ليه بقى؟ طبعا المعده مش المعده يا حبايبي مش زي زمان. والعجينه مش كل ما تديلها سمنه كده تديكي، لا السمنه لما تكون سمنتها كتيره هتهري معاكي، تتهرى معاكي، وهتلاقي العجينه بتاعتها مش مظبوطه. ان المقادير كده مظبوطه، مقاديري كده مظبوطه. انا هبط شويه جرس. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. شوف رجعت ايام زمان تاني وجبت عود جاش احطلكوا عليه. انا بحاول كده ان انا اعمل لكم زي ايام زمان يا ولاد. كنت احب ننتي قوي، وننتي كده الله يرحمها ويطلب لها الرحمه يا رب، كانت بتحب تعمل الجرس دي في اول رمضان. الله يرحمها يعني، يطلب لها الرحمه، في الرحمه في كل اوان. وامواتنا وامواتكم اللهم امين يا رب العالمين كده مع بعض، اللهم امين. كانت بتحب تعمل الجرس دي كده في اول رمضان، يعني للسحور
كانت الاول رمضان يعني الايام لفت ورمضان اجى في الشتاء تاني. تاكلها كده بعد الفطار، مثلا عامله كوبايه شاي، عامله حاجه سخنه تشربيها مع جرصه كده، بيبقى طعمها حلو يعني، زي نظام جرجشه كده بالليل. العيال الصغيره دي بقى في رمضان يا رب الظلم، بيفطروا ويطلعوا يجروا ويلعبوا، هتدوا العيال جرصه في ايده وهو طالع، تحس كده بقى ان هو انت بتعوضي الاكل اللي هو بيسقط منه وبينزل منه. اهو هما قالوا عايزين عايزين عجوة، حط لنا في قلب الجرس. جبت حبة برضو، جبت جالب، مش جبت كتير، جالب ب20 جنيه. جبت جالب، عمل كمية حلوة، عملت حبة جرس بعجوة، وعملت برضو جراجيش. أعوذ بالله. مم. العجينة بسم الله ما شاء الله قوامها حلو، ما بتعملش معانا. في ناس والله لما شافوا الفيديو بتاع محمد امبارح، لان انا نزلته امبارح، اللي كنت بتكلم عنه يعني وعن الحادثة بتاعته وكده، ناس كلمتني كتير على التليفون وسألت عليه، ناس كتير مكانتش تعرف، سألوا عليه والله العظيم، ربنا يكبر خاطرهم يعني، ويصلح حالهم، بيطمنوا عليه وكده، بس هو الحمد لله كويس. هو النهارده اول يوم ان هو يروح الحضانة فيه، راح النهارده ان شاء الله اول يوم، لانه هو تعب ما بريحش، دراعه لسه ما مشنوط، قدامه كمان بتاع 15 يوم عم يتحل، لان هو دكتور جال كل ما يفضل مرفوع احسن، اريح يعني كده، لانه عيل وشاجي ما بيحافظش عليه. فاهو هو يعني ربنا يكبر خاطرهم ويطمنوا عليه والله. في ناس كتير يعني من الحبايب ما كانوش يعرفوا ان موال الحادثه دي، لان انا طبعا اختفيت حبه، بس كل واحد بيبقى عنده ظروف يا ولاه، وطبعا الناس تلاهي، مش بنحب نتجر على حد ولا نحب ان ايه نقول كلام يعني، برضو كل واحد عنده اللي مكفيه حبايبي. ربنا يكبر خاطركم احنا وانتم اللهم امين، ويجعلوا شهر بالخير علينا وعليكم اللهم امين يا رب العالمين، ويرزقنا احنا وانتم. شوف يا يوسف محمد، العجوة مسكتها عملتها بحتة سمنة في الحلة اللي انا كنت عاملة فيها اللهم صل على النبي، عاملة فيها السمنة، قمت عاملة فيها العجوة، عجناها فيها وعاملاها، وزي ما انتم شايفين كده اهو. الجرس بسم الله ما شاء الله طلعت حبة جرس كده، تقوليش يعني اني بنتي بتقول لي يا ماما انا اكلت نصهم، يعني رمضان لسه مش لسه عليهم وانا اكلت نصهم، قلت لهم انا اعمل لك إيه بقى، جايت عايزين حبه تاني، قلت لها خلاص بقى لما تبقى تيجي بقى في اول رمضان، هي هتيجي في يعني اول اسبوع في رمضان، اول 10 ايام، ان كان لنا عمر واجل تاني ممكن نعمل شويه تاني يعني. هما عامه هي مش بتكلف كتير، انا دايما بعملها على طول في البيت. لو انت عندك شويه لبن رايبين، جايبه مثلا لبن تعملي رز وربو منك، شيلهم في الفريزر واعملي بيهم. لو انت مثلا واحده حبيبه عندك وطلبت منها شويه خض برضه بيسيد، كله بمشي الغرض يعني. مهم. عايزين برضه نعمل شوية رحالة كده حلوين طري لرمضان، بنعملهم ان شاء الله يعني بعد رمضان بيوم ولا اتنين، اصل ان شاء الله ربنا يعني يقبل عندكم يا حبايبي. ابويا مسافر العمرة، فهنبقى مطبخين معاها اليومين اللي هما جايين دي، مسافر قبل رمضان بيوم بإذن الله. ربنا يقبل منه ومننا اللهم امين يا رب العالمين، يجعلها عمرة مبروكة عليه يا رب، ويقبل منه عمرته اللهم امين يا رب العالمين، يقبلها منه يا رب اللهم امين، ويروح ويجي بالسلامة اللهم امين يا رب العالمين، وكل المشتاق اللهم امين، اللهم امين يا رب. على فكرة الفيديو ده انا مسجله لكم، انا كنت عندهم بعمل في الجرس بتاعتهم، يعني انا كنا بعمل في جرس تانية واسجل في جرسنا احنا، بس طبعا جرسهم مصورتهوش، لان انا كنت لوحدي وخدت التليفون معايا سجلته كده، انا سجلت الفيديو وسبته يعني يحمل ومشيت ماشية الصبح، وبنوتي بقى لما جيت من المدرسة هي اللي هتنزل، يعني الفيديو ده ممكن ينزل لكم على العصر كده ان شاء الله.
واللي يخش الفيديو يا ولاد يسمع الفيديو للاخر عشان القناه تكبر يا ولاد، وننزلكوا كل جديد كده ونفضل مع بعض، اللهم امين. هتشجعونا كده يا ولاد، شجعونا. هنعمل بقى شويه جرجش حلوين كده. البتاع دي عملت فيها كام شكل يعني، عملت فيها اشكال كتير. عملت الجرجش بتاعتنا العاديه دي، وعملت شكل تاني مدور كده برضه يطلع معاكم بالظبط على التليفون هتشوفوه. بس هما يعني كانوا حبة جرس حلوين كويسين، فيهم اشكال كده وحاجات. الحاجه اللي انت تعمليها في بيتك برضه بيبقى لها وضع تاني. ازاي؟ بتبقى نظيفه وكويسه، ومهما كان عمر الشراء ما يبقى زي اللي انت عاملاه في بيتك. يعني انا لو جات لي كميه حلوه خالص من 3 كيلو جديد، عملوا لي كميه حلوه خالص. وال والعجوة خد يا محمد، خد يا محمد. حط بقى العجينه فوق منها كده. استنى عم اخد حته حبل انا هديها. يا محمد اسكت يا محمد، حرام عليك هتيجي على دراعك. خد يا مكشف. ايوه شوفوا عبرومها كده بقى، تطلع بقى معايا شكل تاني يبقى شكلها حلو. دي حته حبل، انا عايز حته كبيره. انت عايز لي حته حبل نقطعها بقى. تشيل. هتبقى يا حبيبي. طب خد يا مكشف. قفلها حلو بقى بايديك كده. بس اهم حاجه بقى عجينتك دي ترفع بعد ما تخلصي وتركنيها سيبها ترفع شويه. دي اللي هيتبط كده وهقطعها. وعلى فكره في برضو هعمل نفس الرول كده، بس مش هقطعه، انا هقطعه برضو يعني ايه، هقطعه هو لسه رول زي ما هو. هوريهولكوا برضو دلوقتي على سن الرول دي تقطع، تبط وتقطع. يعني شكلي انا اصلا لخبطت كده، ما كنتش عارفه اسجل ولا ايه. بحس ان انا بتلخبط يا وليه، مش عارفه. اللي عنده اي بقى تعليق في التسجيل بتاعه مش مظبوط يعرفني. تحسي لما انت تبعد عن الحاجه بتحسي انت بتنسيها، بتختلف معاكي، بتتلخبطي، المهم حاجه زي كده يعني. لا انت حمار غبي. يا واد اسكت. شوفوا. عملت جرس وعملت جراجيش، وعملت برضه شكل تاني عامل زي الكعكه كده. اشوف بعد ما استوت اهي التسويه بتاعتها مظبوطه، لا حمرا ولا نيه ولا حاجه. لسه مطلعه بخ على فكره سخنه خالص في ايديا ازاي اهي. والله كان طعمها جميل يا ولاد، وكانت حلوه، كانت حلوه خالص. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. يحسن ما بين ايدينا وايديكم. يلا قوم معانا كده اعملوا حبه جرس كده، فرحوا العيال يلا. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعلها بالخير علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. واللي يخش القناه يسمع الفيديو للاخر. ما تنسوش اللايك والاشتراك يا ولاد، اللايك والاشتراك بيوزع القناه وبيكبرها. اللايك يعني بيوزع الفيديوهات. ادي الجراجيش احنا وريتكم كل حاجه على الطبيعه اهو، وعملت كل حاجه معاكم يعني ماشيه خطوه خطوه. واللي عنده اي تعليق يكتب له انا هرد عليه. السلام عليكم.